السلام عليكم. هذا المساج إن شاء الله يوصل للرئيس قيس سعيد. كمواطن تونسي حر نخاف على بلادي، إن شاء الله يوصل المساج. الوقتاش يا سيادة الرئيس الجمهورية باش نعرفك أني من المساندين متاعك ونضرب عليك بالبوني، واللي حد الآن ثقتي فيك كبيرة. لكن إلى متى الشيء هذايا؟ ما نظنش الشيء هذايا متخبي على وزارة الداخلية، ولا وزارة الداخلية ما عندهاش علم بالشيء اللي قاعد يصير على التراب التونسي، الشعوذة والكنايس. نظن يعني هذه علامات تخوف، ومن واجبك كرئيس الجمهورية منتخب من الشعب، والشعب اعطاك صوته باش تحكي، واعطاك كما يقولوها المسؤولية باش تحكي على لسان الشعب التونسي. الشعب التونسي يطالب بالأمن والأمان اللي بدي يفقد فيه من وقت الأفارقة ولا يدخلوا لتونس. الأحداث راهي مش سهلة يا سيادة الرئيس قيس سعيد، واللي الشيء اللي صاير في تونس. ونظن الداخلية وكل مسؤول، سواء وزير الداخلية ولا وزير الخارجية ولا على الأنظار متاعك يا سيادة الرئيس ولا على أنظار رئيس الحكومة، الشيء ولا واضح للعيان اللي هو الشيء خرج عن السيطرة، عكس ما قال وزير الداخلية في مجلس النواب كي قال الشيء تحت السيطرة. احنا نشوفه خرج عن السيطرة. كي يكون تونسي ما عادش ينجم يدخل للرزق متاعه على خاطر ثم أفارقة ساكنين له في الزيتون متاعه، يولي كاك الأمر خارج عن السيطرة. وقت اللي أمننا يتهدد وكرهبة الأمن تتحرق قدام عينين التوانسة والأمنيين، هذوكم الأمنيين مش اخواتنا، مش أولادنا، مش أولاد الشعب. نقولوا احنا جات في الكرهبة وما جاتش في عون، وذاك اللي نحمد عليه في ربي. اليوم كرهبة تتحرق، وغدوة الله أعلم شنو باش يصير. يا سيادة الرئيس قيس سعيد وكل مسؤول، راكم انتوما معترفين وقلتوا في الكلام اللي انتوما موجودين في مناصبكم لحماية تونس وكصوت للتوانسة. وأني كتونسي حر نخاف على أمن بلادي ومصلحة بلادي فوق كل المصالح. اللي نشوف فيه يخوفني ويخليني نخاف على أولاد وبنات بلادي اللي مهدين في كل لحظة. الوضع ما ينجمش يتحمل أكثر من هيك. نجم تقول لي علاش يجيو من بلادهم باش يولدوا في سبيطاراتنا المرأة 6 شهور ولا 7 شهور حبلة تجي، كيفاش تنجم تجي وتقص الصحراء باش تولد في تونس؟ وعلاش؟ وغير من التجاوزات أفارقة ولا يدخلوا القهوة ولا يحكموا على مول القهوة، الماتش اللي يحبوا يتفرجوا عليه يتفرجوا، ومالي المول التوانسة يقعدوا ساكتين. إلى متى؟ التونسي راهو يتحمل، معروف على التونسي والتونسية نتحملوا، لكن وقت اللي القطرة تفيض الكاس رانا معاش ننجموا وما نسكتوش. احنا دولة بالقانون
والتونسي لحد الآن محترم القانون والحمد لله. هذا مش تهديد أني في منصب في مكانتي هذا عمري اللي نهدد الدولة بتاعي ولا رئيس الجمهورية، لكن زاد من حقي كمواطن حر تونسي حر باش نتكلم. أنا من المساندين متاعك، لكن ما نجمش نغمض عيني ونسكت على الغلط وعلى حاجة تنجم تمسلي من أمن بلادي وتهدد لي سيادة بلادي وتهدد لي أمن عائلتي وعائلة خواتي التوانسة. ما ينجم حتى تونسي يسكت على الشيء هذايا، ولازم تدخل سريع منك يا سيادة الرئيس الجمهورية ويا وزير الداخلية. ما عادش تقول لنا الأمر الشيء تحت السيطرة، اللي نشوفه فيه خرج عن السيطرة. ويا وزير الخارجية كل الاحترام مني ليك، انت رجل المرحلة، لكن زاد المسؤولية مسؤوليتك انت كبيرة. الشعب التونسي يحترم القانون، لكن اذا حس القانون ما يحترموش وما يحترمش سيادته وما يحترمش هو شنو يحب، رانا ما نجموش نحترمو قانون ما يحترمناش. ربي يحمي تونس، ربي يحمي التوانسة، ربي مع تونس. وتدخل يا سيادة الرئيس والشعب كل معاك، وتحيا تونس والسلام عليكم.